السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة، بس هنعملها بشكل جديد. هنعملها كده على شكل أقراص زي ما شايفين، وهنحشيها كده زي الكيكة اللي بتتباع جاهزة من برّه. مش هتصدقوا عملنا الكمية دي كلها من بيضة واحدة بس، يعني كمان المكونات اقتصادية. جربي كده واعمليها في البيت هتعجبكم جدًا، ولادِك كمان هيبطلوا يشتروا الكيكة الجاهزة من برّه لو عملتيها كده بنفس الطريقة، من جمالها ومن حلاوتها وكمان سهلة جدًا. تابعي بقى الفيديو للآخر، إن شاء الله يعجبِك وتستفيدي منه. ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. تحفة جدا ما شاء الله، طعمها كمان حلو قوي. كمان مش هنستخدم ولا مضرب ولا خلاط، هنعملها كده بالمضرب اليدوي، سهلة وبسيطة. في البداية كده جبت بولة وضفت فيها بيضة واحدة، زي ما قلنا كده هنستخدم النهاردة بيضة واحدة بس بدرجة حرارة المطبخ. ضفت عليها رشة من الملح وضفت كمان نقطتين من الفانيليا. الفانيليا السايلة كمان بيبقى طعمها أحلى بكتير كده في الكيكات والمعجنات. ضفت كده نقطتين. هضرب بقى البيضة كده كويس جدا. بعدين هبدأ أضيف عليها السكر، وضفت نص كوباية من السكر. أنا استخدمت النهاردة السكر بودر، لو حابة طبعا تستخدميه سكر كده حبيبات عادي برضو بتستخدمي نص كوباية، بس أنا حبيته كده يكون بودر عشان يدوب معايا أسرع. وبدأت أضرب كده السكر مع البيضة كويس جدا لحد ما نلاقي الخليط معانا بقى ناعم وبقى لونه كمان فاتح. لما توصلي كده للمرحلة دي بيكون كده الخليط معانا مظبوط. لازم الخليط يوصل معاكي بالشكل ده عشان تتأكدي كده ان السكر داب معاكي والكيكة تطلع معاكي مظبوطة. وبعدين ضفت كوباية من اللبن او الحليب وبقلبها كويس مع المكونات اللي ضفناها في الاول. هبدأ اضيف نص كوباية من الزيت، وهنقلب برضو المكونات كويس جدا لحد ما تختلط معانا. لازم كده كل مكون نضيفه نتأكد ان هو داب كويس جدا واختلط. هنبدأ بقى كده نضيف الدقيق. انا هستخدم النهاردة كوبايتين ونص من الدقيق، بس هنزل بيهم كده بالتدريج. وهضيف طبعا معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس. يفضل طبعا انك تنخلي الدقيق الاول قبل استخدامه. انا ضفت كده الكوبايتين الاول بالتدريج، وفي الاخر كده هبدأ اضيف نص الكوباية الاخير. يعني استخدمت كده الدقيق كله كوبايتين ونص عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنقلب الخليط كده كويس جدا. وخليط الكيك هنا بيكون تقيل شوية، يعني مش بيكون خفيف كده او متوسط زي الكيكة العادية، بيكون كده اتقل بشوية عشان طبعا احنا هنعملها كده على شكل اقراص زي ما شفنا. بس نتأكد كده ان كل حاجة اختلطت معانا كويس جدا وما بقاش فيه كده اي دقيق خالص في العجينة. العجينة كده بتكون جاهزة معانا. هاخد بس منها كده حوالي 4 معالق كبار في طبق كده على جنب، وهبدأ اضيف عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. زودت لها كده حوالي معلقة مية او معلقتين عشان طبعا العجينة تبقى مظبوطة معانا. بتقلبيها كويس جدا لحد ما يبقى الخليط معاكي ناعم، بيبقى برضو تقيل كده شوية. لازم تخلطيها كده كويس جدا لحد ما تتأكدي كده ان الخليط معاكي بقى ناعم بالشكل ده. وعشان اسهل بقى عليا اكتر في التشكيل حطيت كده كل نوع في كيس. يعني حطيت الكيكة اللي هي بالفانيليا في كيس، وكيكة الشوكولاتة او بالكاكاو في كيس تاني. وهنبدأ بقى نجيب صينية او صاج دهناه كده بشوية من الزيت، وحط عليه ورق زبدة وبرده دهناها بالزيت. لو ما عندكيش ورق زبدة ممكن تستخدمي ورق الكراسات العادية، بس طبعا ما يكونش مكتوب فيه، وتدهنيها برده كمان بالزيت. وده طبعا عشان يسهل معانا لما نيجي نخرجها لما تستوي معانا. وبعد ما حطيت كده خليط الكيك في كيس تلاجة، بدأت كده فتحت فيه فتحة كده صغيرة وبدأت أنزل كده بالخليط زي ما شايفين. مش بتكتري طبعا وكمان مش بتلزقيهم جنب بعض، عشان لما بتسيبيها شوية بتلاقي العجينة كده فرشت معاكي زي ما شايفين. سيبي كده مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية. هبدأ بقى أجيب الخليط برضو اللي هو بالشوكولاتة، حطيته برضو في كيس تلاجة، بس الفتحة هنا صغرتها أكتر وبدأت أعمل خطوط كده حوالين بعض بالكيكة اللي هي بالشوكولاتة، تديها شكل حلو جدا وكمان تزيين كده بسيط. تقدري كمان تعملي كده اي شكل انت حباه. وطبعا بنحاول كده ان احنا نخلي الاقراص كلها قد بعض، بس طبعا ما يهمش برضو لان في الاخر هنسويهم كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وعملت كمان الصينية التانية دي. هبدأ بقى ادخلهم الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. طبعا هي مش بتقعد كتير، بتستوي بسرعة. بتحطي فيها كده عود شيش طاووق، اول ما تبدأي كده تشمي ريحة الكيك هتلاقيها طبعا استوت معاكي. لما تلاقي كده العود طلع معاكي نضيف جدا، او ممكن برضو تختبريها بسكينة. وده شكلها كده لما خرجت معانا من الفرن زي ما شايفين، شكلها تحفة جدا. طبعا خرجتها بكل سهولة عشان طبعا انا كنت حاطة ورق زبدة، بس بتسيبيها تبرد الاول او تهدى شوية قبل ما بتخرجيها من الصينية عشان ما تتقطعش معاكي.
جبت بقى كده الكيكة زي ما شايفين، بدأت بقى كده أسويها زي ما قُلت بالقطّاعة دي عشان أخلّيها كده كلّهم شكلهم متساوي أو قد بعض، ممكن كمان تستخدمي كوباية، وبدأت أقطّعها بالشكل ده. طبعًا الزيادات دي أو الحروف دي أنا مش هارميها، هنشوف دلوقتي هنعمل بيها إيه. هاخلّص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة، هي سهلة جدًا مش هتاخد معاكِ وقت خالص، لإنها كمان بتستوي بسرعة، طبعًا عشان هي طبقة مش سميكة أوي، فبتستوي معانا بسرعة جدًا. خلّصت الكمية زي ما شايفينها كده شكلها حلو جدًا، وكمان كلّهم كده متساويين وقد بعض، وخلاص هنا الوصفة معانا بتكون خلصت، تقدري تقدّميها بالشكل ده. تقدري كمان تعملي زي ما هاعمل، كل كده 2 تلزقيهم مع بعض، بس في الوقت ده بقى هنستخدم الأطراف اللي قُلنا مش هنرميها، حطيتها كده في الكبة أو المطحنة وطحنتها كويس جدًا لمّا بقت معانا بالشكل ده. جبت كمان الطبق التاني ده فيه نوتيلا، دي نوتيلا بيتي أنا عاملاها في البيت اقتصادية جدًا، ممكن تستخدمي شوكولاتة أي نوع شوكولاتة، ممكن تستخدمي كمان مربى، وباحطها كده على الكيك زي ما شايفين وباقفلهم كده، طبعًا هُم متساويين فهيكون قد بعض كده وشكلهم حلو. وبدأت كمان أحطها كده في طبق، الطبق ده فيه كده معلقة من العسل، ضايفة له كده معلقة كبيرة من المَيّة أو خفّفته كده بشوية مَيّة، وباحط فيه كده الكيكة زي ما شايفين، عشان طبعًا الكيكة اللي إحنا فرمناها كده أو طحناها تلزق معانا كده بسهولة، وطبعًا ممكن تستخدمي العسل ده تستبدليه طبعًا بمربى برضه تخففيها، أو كمان سيرب اللي هو طبعًا عسل الشربات، بتعملي كده شوية صغيرين وتستخدميهم كده. هاخلّص بقى الكمية كلّها كده بنفس الطريقة، بنحشيها كده بالنوتيلا أو أي شوكولاتة زي ما قُلنا، وبعدين نحطها كده في العسل، وفي الآخر كده نغلّفها بقطع كده الكيك الصغيّرة، طبعًا عطتها شكل حلو جدًا وكمان طعم أحلى. الكيكات بجد شكلها حلو جدًا زي ما شايفين، شكلها بجد تحفة، ما حدش هيصدّق إنِّك عاملاها في البيت، وكمان تنفع كده لللانش بوكس للمدرسة، تحفة جدًا ما شاء الله. الكمية كمان زي ما شايفين كده ببيضة واحدة بس، يعني كمان اقتصادية. نفتح بقى واحدة كده من جوّه ونشوف قد إيه هي هشة جدًا وطرية وطعمها بجد تحفة، جرّبوها وأنتم هتعرفوا قد إيه هي طعمها حلو جدًا. الكيكة اللي هي بالفانيليا لونها فاتح زي ما شايفين، عشان طبعًا إحنا مشينا كده على الخطوات مضبوط، تقدري تعمليها كده بكل سهولة وتفرّحي أولادِك بيها، جميلة جدًا ما شاء الله. أتمنى بقى تجرّبوها وتقولوا كده رأيكم فيها، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ما تنسوش كمان لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناة وفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد. استنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله، وصفات جديدة سهلة وسريعة. أسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.